السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. هنعمل النهاردة بقى مع بعض حاجة حلوة قوي كده من بواقي الكيك عندي. والله العظيم الكيك ده بقاله يجي شهر في التلاجة. انا كنت حاطاه في كيس وحاطاه في الرف الاولاني من التلاجة، وضربناه كده بقى في الكبة. وبصوا هيبقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنحوله بقى لحاجة حلوة جميلة اوي هتعجبك اوي وتعجب الولاد. بصوا اللي هو الكرانشي ده شوكولاتة دوت، او لو عندك شوكولاتة نوتيلا عادية. وده عندي اللي هو كريمة اللوتس. هنحط 3 معالق من هنا و3 معالق من هنا، وهنعجنه بقى كويس قوي. بصوا بالطريقة ديت كده هنعجنها بقى. بصوا كان عندي شوية مكسرات كده، جوز الهند على سوداني حطيتهم، ولو عندك جوز الهند بس حطيها لحد ما توصل ان احنا نقدر نشكلها بالطريقة دي عشان تمسك. بصوا بنفس الطريقة عملناها كور او صوابع براحتك، الطريقة اللي انت عايزاها. الاتنين كان طعمهم جميل. عندك بقى شوكولاتة خام، انا كان عندي شوكولاتة خام بالحليب، وشوكولاتة خام اللي هي الدارك دي الغامقة. سيحتهم كده على حمام مية زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هنزودها اي حاجة، ممكن بس لو لقيتيها تقيلة كده انا زودتها حوالي 4 معالق زيت. طبعا يكون زيت كويس ما يكونش ليه ريحة. وهنشكلها بقى ونحطها على ورق زبدة عشان تسهل علينا ان احنا نطلعها منها بعد الشوكولاتة ما تنشف. بصوا بالشكل دوت كده هننزلها في الشوكولاتة ونطلعها بالشوكة، بس نحاول ننفض طبعا الزيادات عشان ما تهدريش كمية كبيرة من الشوكولاتة الخام. هي بتنشف بسرعة جدا، بس انا برضو حطيتها في التلاجة لحد ما نخلص كل الكمية كده دي. وبعدين بقى كان عندي قطعة شوكولاتة بيضة كده هسيحها بالطريقة دي اسهل طريقة لتسيح الشوكولاتة. احطها في كوباية واحط عليها مية مغلية، واحاول بقى ان انا اعمل خطوط كده واي اشكال تكسر اللون بتاع الشوكولاتة الغامقة. بصوا بالطريقة دي كده. انتي تقدري طبعا ترش عليها من فوق جوز الهند، او ترش عليها سوداني مطحون كده كويس، او سبرينكل، او اللي هو الفارماسيل، اي حاجة. بس دي بقى كانت عندي قلت اشكلها كده بنفس الطريقة دي. الطريقة دي والله هتعجبكم قوي. بصوا حاجة من كنتوا هترموها عملتوا بيها حاجة حلوة للولاد. بصوا هتطلع بقى بالشكل ده بعد ما حطيناها شوية في التلاجة. وبألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش في القناة. عايزين نزود الاشتراكات شوية يا جماعة. بصوا بصوا بقى من جوه طرية كده ومن بره ناشفة، طعمها جميل قوي. يلا تاكلوها بألف هنا والشفا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.